السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الرق الطري بكل التفاصيل. هيطلع معاكي طري وزي الملبن، ونقدر كمان نعمل منه حشوة الكريب او اي حشوات احنا عايزينها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بجد طعمه تحفة، طعمه وريحته في منتهى الجمال. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية كده معايا كيلو من اللبن، الكيس نص كيلو. هروبه عشان لو اشتريت اللبن الرايب من بره بيبقى سعره غالي. جايبه لبن ده جاموسي من عند الفلاحين، بيبقى بخير وزي الفل. هحطه كده بالليل واسيبه لتاني يوم لحد ما يروب. وبعد ما يروب هحطه في التلاجة عشان الوش القشطة يجمد واقدر اشيله بكل سهولة. خلاص كده عشان نعجن به الرقاق الطري. تمام. وهقول لك كل البدائل دلوقتي. لو انت ما عندكيش لبن رايب تقدري تعجنيه بايه دلوقتي واحنا شغالين. تابعي معايا الفيديو للنهايه وباذن الله تستفيدي. بشيل طبعا القشطه من على الوش كده بالراحه. طبعا هي متماسكه عشان حاططها في التلاجة. شايفين ما شاء الله اللبن الرايب بجد حلو قوي. خلاص كده معايا بقى كيلو ونص دقيق هنخلهم. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عاوزاها، نص كيلو او كيلو دقيق او اكتر من كده. الكميه زي ما انت عاوزه. خلاص كده. ولازم طبعا دي خطوه مهمه ان احنا ندخل الدقيق. طريقته سهله جدا ومكوناته بسيطه والنتيجه بجد تحفه. خلاص كده نخلتهم. هحط عليهم معلقه كبيره من السكر. والرقاق الطري ما بتحطلوش اي خميره خالص، ولا خميره ولا بيكنج باودر. خلاص. واحط عليهم ربع معلقه صغيره من الملح. هقلبهم الاول كده مع بعض. وطبعا هنعجن باللبن الرايب. لو انت بقى ما عندكيش لبن رايب ممكن تعجني بلبن حليب لو انت حابه. بس ما بتعملي باللبن الرايب بجد بتبقى النتيجه بتختلف، بيبقى طعمه وريحته في منتهى الجمال وبيديله طراوه. لو ما عندكيش لبن خالص، لو انت في الفلاحين وبتعملي الجبنه القريش اللي هي الجبنه الفلاح وبينزل منها الشرش، ممكن تعجني بيه الرقاق. او ممكن تعملي بالخض اللي بينزل من السمنه البلدي. خلاص كده. طبعا لو انت بمقدارك انت تقدري تعجني الدقيق بلبن رايب خالص. تعمليه ماشي. انا طبعا اللبن الرايب اللي كان الكيلو اللي انا روبته ما كفاش الكيلو ونص دقيق، فهكمل بشويه ميه. خلاص كده. لازم بقى نعجنه 3 دقايق كده. طبعا حطيت معلقه سكر ورشه الملح وعجنت باللبن الرايب وكملت بشويه ميه صغيرين خالص. لو هتعملي نص كيلو دقيق ممكن تحطي له مثلا علبه زبادي. معايا بقى كوبايه سمنه نباتي على على بقيتها سمنه بلدي. كوبايه بالمج الشاي العادي خالص. لو انت عايزه تحطي قشطه ممكن تحطي كوبايه الا ربع من السمنه. وتحطي حته القشطه اللي طلعناها ممكن تحطيها مع العجين. بس بصراحه عشان حطيت لبن، حطيت عليه سمنه بلدي، ما حطيتش القشطه اللي طلعت من اللبن الرايب. خلاص كده عجنتهم بقى 10 دقايق. العجينه ما شاء الله طريه جدا وممتازه. هي بتلزق بسيط خالص. هكورها بقى قد البرتقانه البلدي كده الصغيره. ما شاء الله كيلو ونص دقيق عملوا لي كميه حلوه قوي. في ناس بتحط على الرقاق الطري سمنه على زيت. بصراحه انا ما جربتش الزيت مع السمنه خالص في الرقاق. بصراحه امي على طول كانت بتعملنا بسمنه وسمنه بلدي خالص. تمام كده. لو انت جربتي قبل كده بالسمنه على الزيت والنتيجه طلعت معاكي كويسه ممكن تحطي زيت مع السمنه. لو انت في مقدارك انت تعجنيه بسمنه بلدي خالص براحتك. خلاص كده. طبعا سبته نص ساعة يرتاح وغطيته عشان وشه ما ينشفش. وجيت طبعا نفرده. طبعا خالص. بنحط دقيق من تحت ومن فوق. وبنعمله بالنشابة عادي خالص، وعشان هو مرتاح بيتفرد معايا بكل سهولة. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ بفردها ما بترجعش تاني. لو انت بقى بتعرفي تعمليه تكملي فرد كده على ايدك اعملي. ما بتعرفيش تعملي كملي بالنشابة فرد عادي خالص. وهنسويه طبعا على البوتاجاز. طريقته سهله جدا ومقاديره يعني متوفره وكويسه. مفيش في اي حاجه صعبه. لو انت مبتدئه او اول مره تعمليها هتعملي بكل سهوله. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه
نوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. شايفين ما شاء الله العجينه بتتفرد على طول ازاي. طبعا بنعمل ايه الحروف عشان خاطر ايه ما ندانيش ماسكين، نعمل من النص وايه ويروح ايه مخروم من او يرق قوي من النص. لا احنا تركيزنا كله بيبقى على الحروف. وطبعا بعمل 5 أو 4 وبعدين اسويهم عشان ما يلزقش في بعض. بين كل واحده والتانيه كده رشه دقيق بسيطه. طبعا بقى عشان انجز وما ياخدش وقت، عشان طبعا بعمل لوحدي وكده. والبوتاجاز طبعا مولعه عليه. فبحط ايه بعمل بطط 5 أو 4. نص تفطير كده زي ما انتم شايفين قد رغيف العيش الصغير. وبعد كده برصهم على بعض. وبين كل واحده والتانيه طبعا دي. ده بدل ما اعمل بقى كل واحده لوحدها كده طبعا عشان خاطر ما شاء الله الكيلو ونص عاملين شويه حلوين كده. فقلت عشان اسهل على نفسي هعمل ايه 4 ولا 5 كده على بعضهم، فينجزوا معايا بدل ما اعمل واحده بواحده. شايفين بيتفرد اصلا بالايد بكل سهوله ازاي. ولو بالنشابه برضو شغال وكل حاجه زي الفل. وطبعا لما مكبروا شويه لازم نفصلهم عن بعض، لازم اشيلهم كده عشان افصلهم من بعض كده وبعدين ايه ارش دقيق تاني. هي العجينه بصراحه طريت مني شويه فما برش دقيق، ما بيجراش حاجه. لو انت عايز تحط برضو مع الدقيق رشه نشا عادي، بس احنا طبعا في الفلاحين متعودين ان احنا على طول بنبطط الرقاق بالدقيق بس. خلاص كده. طبعا بقى ايه بفصلهم عن بعض وبعد كده بحطهم تاني ورشه دقيق بسيطه بين كل واحده والتانيه وبعدين افردهم. والتقطيع طبعا يعني براحتكم، يعني في مثلا ممكن تقطعها صغير بيبقى مثلا حجم ايه الرقاقه صغيره. والرقاق الطري بيختلف عن الرقاق الناشف، لان الرقاق الناشف بيبقى رقيق جدا رق السجاره. الرقاق الطري بيبقى ايه سميك سنه، يعني ايه مش زي الرقاق الناشف. فاهمني. وعشان ما شاء الله برضو العجينه طريه بتتفرد معايا على طول ما بتغلبنيش. احط دي اخر واحده برضو. بتنفرد بقى عادي خالص بايديا بالنشابه. شايفين ما شاء الله العجينه بتفرد على طول. عايزه بقى تعملي على الرخامه عندك في المطبخ، عايزه تعملي على طبليه على ترابيزه، المكان اللي انت ايه اللي تحبي تعملي فيه. وطبعا ايه بنضف الدقيق كده من عليه وبكبه برضو تاني ايه على ايديا. شايفين ما شاء الله حلو ازاي. وعشان جت ما وهي في نص طبطتها كده شيلته وحطيت دقيق فما بيلزقش. لو انت طبعا مبتدئه وكده ومش هتعرفي تعملي فاعملي واحده بواحده. وجربي في نص كيلو او كيلو زي ما انت عاوزه. الموضوع سهل خالص وبسيط. دول الاتنين اللي كانوا تحت بقى حسيت ان هم صغيرين شويه فايه بكبرهم بالنشابه. شايفين ما شاء الله بجد تحفه. وطعمه بقى وريحته عامل زي اكنك بتاكلي قلب الفطيره من جوه كده. طعم السمنه البلدي بجد فيه حلو قوي. رغم ان انا ما عملتش الكوبايه كلها سمنه بلدي، لا هو كان نصها سمنه نباتي وسمنه وبقيتها سمنه بلدي. نيجي بقى على التسويه. انا عندي الصاجه ديت بسوي عليها. تمام. لو انت ما عندكيش الصاجه سوي على صينيه الومنيوم. اقلبي الصينيه الالومنيوم وبعدين ايه خلي درجه الحراره تكون متوسطه ما تكونش عاليه. بس الصينيه الالومنيوم بتغلب شويه في السوا. ليه بقى؟ عايزه كل ما تعملي مثلا 4 أو 5 عايزه ان انت ايه تغسلي الصينيه. لان طبعا الدقيق ما بيلزق على الالومنيوم ما بيتمسحش عادي زي مثلا الصاجه، او مثلا هتعملي في صينيه تيفال او صينيه جرانيت. لو انت عندك طاسه تيفال او جرانيت ممكن تعملي فيه مسحه منديل عادي خالص هتمسحي الدقيق. شايفين الرقه طريه جدا وممتازه. لو انت مش هتعرفي برضو تزقليها على الصاجه ممكن تعملها بالطريقه ديت بالنشابه كده وايه وتلفيها عليها وبعدين ايه تحطيه تتفرد عادي خالص. طبعا الصاجه ديت عندي بجد حلوه قوي. بنعمل عليها الرقاق الطري والرقاق الناشف. اي عيش بنعمله عليها برضو بيبقى حلو قوي. عايزه تعملي في فرن البوتاجاز ممكن تحطي على صاجه في الفرن في الرف اللي هو ايه اللي تحت على طول، اول رف من تحت.
شايفين طري بجد ممتاز، ما بياخدش اي سوا خالص، يعني ثواني كده وبتلاقي استوى. لو عايزه تحطي برضو صينيه الالومنيا في قلب الفرن ممكن تحطيها وبالسيو برضو على طول، ما بياخدش اي حاجه. بس زي ما قلت لك الصينيه الالومنيا بتغلب شويه في السوا. قبل ما كنت اجيب الصاجه دي كنت بسوي على صينيه الومنيا. عايزه تغسليها كل ما تعملي 3 ولا 4 عايزه تغسلي الصينيه. اما الصاجه مسحه بمنديل كده او حيط قماشه بتروح ايه، دي بتشيل منها على طول. بجد طري جدا وطعمه في منتهى الجمال، رهيب، حلو قوي بجد، يعني ابهرني بالنتيجه بتاعته ممتازه. شايفين طري طراوه ازاي. ولازم طبعا مقدر ما بنشيله من على الصاجه لازم نغطيه في فوطه او ملايه او كده وهو لسه سخن. خلاص، وهو لسه سخن كده لازم نحطه نغطيه في ملاية او فوط عشان يضل طري، وزي ما انت شايفه كده بجد طعمه بقى في منتهى الجمال وحلو قوي. وطبعا تقدري تحطيه في الفريزر وتطلعيه قبل الاكل ب10 دقايق بتلاقيه ايه طري معاكي تاني وريحته الجميله بتطلع بجد في منتهى الجمال، طعمه خطير. تقدري تعملي اي حشوه انت حباها، حشوه الكريبه او اي حشوه، لحمه مفرومه، جبن،